اخر واحد يجربها كيكه لارج. دلوقتي هجربها معاكم هي وبارده وعاديه خالص، وهعمل فيديو تاني هي وسخنه بقى بعد ما اسخنها، واشوف هل في فرق فعلا وهل هي تستحق كل الضجه ولا عاديه واوفر ريتد يعني. نفتح ونشوف الموضوع عامل ايه. في زي صوص شوكولاته من بره وكيكه شوكولاته. مبدئيا لغايه دلوقتي طعم عادي جدا، عامله زي طعم كيك زمان خالص اللي كنا بنشتريه بقى بربع جنيه بقى وبتاع زمان لما كنا في ابتدائي. تعالوا ناخد قطمه ونشوف الصوص ده هيشتغل ولا ايه ظروفه. مبدئيا كده هي اوفر ريتد وما تستحقش كل الضجه اللي حصلنا عليها دي. هي دوب مجرد كيك شوكولاته عاديه جدا. الميزه الوحيده المختلفه ان هي فيها زي صوص شوكولاته اللي هو ده، هو ده اللي مخليها مختلفه عن باقي الشوكليت كيكس اللي في السوق. فهجرب واحده تانية احطها في الفرن اسخنها لغايه ما تسيح ونشوف الصوص ده هل هيسيح عليها وتبقى زي المولتون كيك. ساعتها هل طعمها فعلا هيختلف ويبقى طعمها جامد جدا وتستحق الدوشه اللي حصلنا عليها، ولا برضه هتبقى اوفر ريتد. انا اسف ان طولت عليكم، يلا بينا تعالى نشوفها بعد ما تسخن. انا سخنتها في الفرن فكنت بنقلها، فالمهم كل صوص اتكب، فتعالى بقى ناخد حته كده ما تسخنت هيبقى طعمها حلو ولا لا. ادي كده كيكه بعد ما تسخنت، شوف بقى طعمها هيبقى عامل ازاي. تعالى ناخد حته تانية برضه نفس الفكره، الكيكه مع الصوص. هو الصوص ده جامد بصراحه، صوص الشوكولاته ده. بعد ما اتسخنت هي بقت حلوه. ليه؟ بسبب ان هي بقت بتدوب في البق اكتر. طبقه الشوكولاته اللي من بره اللي هي حوالين الكيكه دي هي اصلا ما كانش عاجباني، كلها مواد صناعيه وباين طعمها مش حلو. لكن لما ساحت طبقه الشوكولاته اللي من بره ساحت مع الصوص، فبالتالي طعمها اختفى. الفكره بقى ان هل الحاجه اللي احنا بنعملها دي صحيه ان هي تتسخن اصلا في الميكروويف او في الفرن، خصوصا ان هم قايلين ان هي تحفظ في مكان جاف بعيد عن اشعه الشمس. ففكره ان احنا نسخنها دي حاجه انا اشك في صحتها اصلا، لان بعد ما هي اتسخنت يا جماعه شكلها اتغير، مش عارف يبان ولا لا. شكلها اتغير وريحتها كمان اتغيرت. طعمها بقى احسن بس الله اعلم. وانا برضو لسه على رايي، لو انت مش لاقي في السوق فانت مش فاتك كتير ولا حاجه، اشتري تودو بومب احسن منها مليون مره. لو مفيش تودو بومب ولقيت كيك تاني اسمه ديلايت من تورته جامد فشخ برضو تقدر تجيبها، لكن 10 جنيه على الحجم ده وفكره انك لازم تسخنها عشان تحس ان طعمها حلو، فلا ده حوار كبير ما اوفر ريتد يعني.